فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض عن verb اسمه arrive معناها يوصل. حلو. طب ايه الفكره؟ قال لك بص بقى، الفكره في البربوزيشن اللي بيجي معاه بيحدد هو انت arrive ايه. ازاي؟ arrive لو جه معاها preposition اسمه ان كده انت هتوصل، بس المكان كبير قوي. ازاي؟ دولة كبيرة، مدينة كبيرة، قرية، وهكذا. طيب بالراحة كده، زي مثلا انا اقدر اقول arrive in Egypt, arrive in Cairo, arrive in England، وهكذا. طيب يبقى arrive in مكان كبير. طيب نيجي بقى ل arrive لو جه معاها preposition اسمه at. طب معناها ايه؟ معناها يوصل الى. طب ما arrive in كانت يوصل الى برضه. قال لك استنى، arrive at لما جه معاها البربوزيشن ده كده هو هيوصل لمكان، بس مكان صغير. ازاي؟ زي مثلا arrive at station, arrive at school, arrive at market, arrive at bank، وهكذا. بص، حاسس كده ان انا فاهم ومش فاهم، حاسس ان انا متلخبط. لا مش هتتلخبط ولا حاجه، انا هفهمها لك بالراحه كده. arrive in واصل مكان كبير، طب arrive at مكان صغير. برضه انا حاسس ان انا متلخبط، افهمها ازاي؟ بالراحه. arrive in هيوصل مكان كبير. طيب ايه الفكره فيه؟ الفكره اللي هفهمها لك ان انت تقدر تقول كده ان انت مش هتعرف تحوط المكان ده بصور. دي حاجه كده يعني ايه تقدر تفهم بيها نفسك. المكان لو ما قدرتش تحوطه بصور فده مكان كبير قوي. خلاص، زي مثلا كايرو، انت تقدر تلف سور حوالين القاهره كلها؟ صعبه. تمام. انجلاند مكان كبير قوي. نيجي بقى المكان زي مثلا بنك. هو البنك ده لا ده مكان كبير. لا هو مش كبير، مهما كبر في النهايه تعرف تحط حواليه سور. طيب بالراحه كده. سكول، لا على فكره المدرسه بتاعتنا كبيره جدا، انت ما شفتيهاش. تمام. مهما كبرت في النهايه تقدر تحوط حواليها سور. يبقى مكان صغير. يبقى خلاصة الكلام، المكان لما يبقى صغير تقدر تحاوطه بسور، تقول arrive ايه؟ arrive at. طب المكان كبير قوي مش قادر، من كتر ما هو كبير مش قادر الف حواليه سور، تقول arrive in. اتفقنا؟ طيب نيجي لاخر حاجه سريعا كده. البيت بتاعك ده بيتي، خلاص هوم بقى ما يجيش معاها ولا in ولا at، او arrive home على طول ما يجيش معاها اي preposition. خلاص اتفقنا؟ اتمنى الفيديو يكون سهل وعجبك.